السلام عليكم. طبعا الوصفة بتتكلم عن نفسها. الحمام الكذاب كما لم تريه من قبل. حقيقي جميل جدا، طعمه روعة، هيعجبك جدا وكأنك بجد أول مرة تعمليه. طبعا احنا عارفين شايفين دايب ازاي طبعا في البداية كده. طيب شايفين الجمال بتاعه، روعة. الرز فيه تحفة، طعمه تحفة. بس تابعي القناة الفيديو للآخر وشوفي كل التكات بس اللي معمولة فيه عشان بس يطلع معاكي مظبوط وبالجمال ده. تمام. شايفين القمر؟ والله كان قمر. طيب في البداية كده طبعا احنا عارفين ان اللي هي الحمام الكذاب هي افخاذ الفراخ او الاوراق بتاعت الفراخ. تمام. فاحنا معانا الاوراق كده نبتدي بقى ندقدقها بالراحه كده بس عشان بس ما تتهريش مننا. ونبتدي بس نظبطها بحيث ان انا لما اجي احشيها ما تضايقنيش او تبقى مفروضه معايا. واقدر احشيها كويس. تمام. سواء بقى معاكي مدق سواء بايدي الهون اي حاجه. تمام كده. هظبط بس الاوراق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين ابتدي بقى اعمل التتبيله بتاعتي. ال ال بصي هو الفرنجي ممكن انت طبعا اللي تطلبي منه ان انت عايزه تعملي حمام كداب فبيخليهولك بالشكل ده. او حتى لو جالك مفروض خالص برضو هيتعمل معاك مفيش اي مشكله. انا قلت له انا عايزاه زي القرطاس. تمام. عشان اقدر احشيه من جوه كده ويبقى شكله فعلا مدين شكل الحمامه كده. تمام. فلو جالك مفروض مفيش مشكله خالص. طيب في البدايه انا معايا علبه من الزبادي. تمام. معايا معلقه كبيره او معلقتين كبار من الخل. معايا ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره من الصلصه. كمان معايا بابريكا. هنحط كل حاجه عندنا بودر. تمام. مش هحط بصل كده يعني فريش ولا حاجه، كله هيبقى معايا بودر. يعني الوصفه سهله وبسيطه جدا فوق الوصف. تمام. انا طبعا قبلها ببقى نقع الفراخ في ميه وملح. ميه وملح وسكر وورق لوري. وبعد كده بشطفها كويس جدا بالدقيق واظبطها خالص. وبعدين ابتدي بقى اعمل التتبيله اللي انتوا شايفينها دي. اللي احنا قلنا عليها المقادير بتاعتها. توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل اسود، بابريكا. كمان معلقه من الصلصه وكمان فيها خل. ومعايا معلقه كبيره من الصويا صوص. افرض ما عندكيش صويا صوص. لو عندك معلقه عسل اسود حطي معلقه عسل اسود عليها الليمون والخل وهيديكي جنب نفس النكهه بتاعه الصويا صوص. تمام. فكده كده احنا هنحط الخل وكده كده هنحط الليمون برضو في الوصفه. تمام. عندي كمان معلقه من المستردة ودي اختياري براحتك، عايزه تحطيها حطيها مش عايزه تحطيها براحتك. بس الحاجات دي كانت عندي فانا قلت يعني اديها تيست اعلى. وكمان فعلا كانت مديها تيست جميل جدا. كمان عصرت ليمونه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده تبلت الفراخ بتاعتي وحطيتها في التلاجة حوالي ساعتين بس. طيب الخليط بقى اللي هنحشي بيه الحمام. نقول الحمام بقى. تمام. بصله مقطعه صغير خالص كده. تمام. وملح فلفل اسود. على طول يا دوبك تدبل هنزل بكوبايه من البسله على الجزر. تمام. سواء بقى هتحشيها برز، تحشيها كبد وقوانص مع الرز، او هتحشيها باي حاجه انت عايزاها. بقى انا هحشيها هنا النهارده بالرز والخضار، هتبقى وجبه كامله متكامله. تمام. هنا كوبايه ونص من الرز هنزل عليهم بكوبايه واحده بس من الميه. ليه؟ انا عايزاه رز نص سوا. تمام. هنا بعد ما تبلنا الفراخ طلعتها من التلاجة زي ما انتم شايفين كده. وابتدي دلوقتي احشيها. شايفين؟ هفرد الورك كده بالشكل ده واحشي بس القرطاس اللي جوه ده جوه شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابتدي بقى احط كده يعني ده انا بصي هحشيها كويس جدا يعني كمان مش هتبقى حبه صغيرين يعني، تبقى حمامه حمامه يعني. تمام. انا هنا هستخدم ابره وخيط بصراحه، يعني انا حاسه ان الابره وخيط يعني هتعرف يعني هقدر اخليها يعني ماليه مركزها كده. غير اللي هو العيدان الشيش دي الصغننه. عايزه تحب تعمليها بعدين الشيش براحتك، بس انا حابه هنا الخيط. زمان امهاتنا كانوا بيعملوا لنا الحمام بالشكل ده يعني. هي مش وحشه ولا حاجه وبمجرد تستوي بتتشال بمنتهى السهوله. ما بتضايقش اي حد. تمام. يبقى انا هلمها بقى كده على قد ما اقدر هتبص تلاقي كلها بتتلم معاكي. وانتي بتخيطي كده تلاقي كلها بتجيب بعضها. سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه خالص. شايفين كده؟ بس كده. شايفين المنظر؟ حمامه حمامه. هعمل لكم واحده كمان هنحشيها جوه الاول.
حطينا كده الرز مع الخضار كده، يعني والله فعلا وصفة كاملة متكاملة. خضار، بروتين، آه، فيها كمان نشويات، رز. فمش محتاجين حاجة بقى حاجة اصلا. حتى المكرونة اللي انا عملتها يعني فضلت لتاني يوم. مجرد ما كلنا الحمامية كده كل واحد شبع اصلا وقام. تمام. بس هخيطها بالشكل ده كده وايه. ابتدي بقى اجيب التتبيله بتاعتي، اتبلها من فوق كده بالفرشه بتاعتي، وادهنها بالخليط اللي انا عملته قد معاكم. وبعدين في الصينيه من تحت بقطع طماطميتين وبصلايه واحده، مش اكتر من كده. يبقى الصينيه كان فيها بصلتين وطماطميتين، دي بس ايه، معلش ما اتصورتش. بس هنحط في الصينيه من تحت كده طماطميتين وبصلايه. عشان كده قلت لكم تابعوني للاخر عشان تفهموا انا بعمل ايه. تمام. خلينا نعمل كده شويه مكرونه سباكيتي كده مع بعض بالطريقه بتاعتي برضو، يعني يا رب تعجبكم. مش عارفه كلكم بتعملوه كده ولا في ناس انا تقريبا بتعملها بالثوم بس كده يعني. طيب دي بصلايه مفرومه، ملح وفلفل اسود. بحط برضو فيها، بحط فيها برضو بابريكا. تمام. يعني دوبك بس انا بخليها ذهبي بقى يعني، بغمقها سنه وبعدين بنزل عليها بالصلصه. انا عندي صلصه جاهزه في الفريزر فهنزل عليها بالصلصه بتاعتي. بس كده، وتبقى المكرونه الاسباجيتي كده ايه، بتتسلق جنبها وخلاص. كده كمان يعني كله في وقت واحد، حاجه مفيش حاجه تاخد معاكي وقت. طيب هنا طبعا دخلنا الحمام الفرن. بعد نص ساعه، يعني بعد ساعه الا ربع كده بالظبط. طلعيها زي ما انت شايفه كده تكون استوت 3/4 سوا. ابتدي بقى ايه ادهني احنا هنكون مخليين شويه من ايه الخليط اللي احنا عملناه او التتبيله اللي احنا عملناها. تمام. ندهن الحمام بالشكل ده كده تاني وندخلها الربع ساعه اللي فاضله دي. انا هنا نسيت فهشيل الغطا طبعا. واحطها تحت الشوايه. تمام كده. طبعا بس الخليط اللي انا خليته دوت حطيت فيه شويه من الزيت قبل ما ادهن بيه الخليط. وادي صينيه الحمام معايا، طالعه فعلا روعه، طعمها جميل جدا. شكلها اصلا بيدل عليها يعني زي ما انتم شايفين. بس احنا كمان هنقدم معاها هنا المكرونه الاسباجيتي. طبعا حابه تعملي اي حاجه غير المكرونه، مكرونه محمره زي ما انت عايزه. انا عملت شويه مكرونه اسباجيتي، يا ريت بس ما تنسونيش في اللايك، وتعملوا كمان اشتراك في القناه. ان شاء الله هنزل لكم حاجات حلوه كتير. لو عندك اي استفسار او اي حاجه مش واضحه اكتبي لي في الكومنتات وانا هجاوب عليكي. مع السلامه.